انت خايف من المستقبل صح؟ طب اسمع كده ربنا عز وجل بيقول ايه؟ وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. ربنا عز وجل سمى سوء الظن بالله والخوف من المستقبل بظن الجاهلية. وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق اللي بيحصل معاك، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فانت كده فهمت يا جنبيك شيطان بيوسوس لك بكل شر، خارب لك دماغك وبيخوفك من المستقبل وبيخوفك من كل حاجة، بيخليك تسيء ظن بالله، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أول ما تحس بده على طول. يا جنبك ملك بيطمنك بوعد ربنا عز وجل ليك ويبشرك بكل خير، فتحمد ربنا عز وجل. فينفع بقى بعد كل اللي سمعته ده تخاف من المستقبل؟ قل إن الأمر كله لله. السلام عليكم.